وبعد أسابيع طويلة قضاها في تحويل المكان للشكل اللي هو عايزه، فجأة اكتشف خطأ حصل في التركيب، وعشان يصلحه مفيش قدامه غير انه يكسر كل حاجة ويعيدها من أول وجديد. فيا ترى يتصرف ازاي وايه هتكون النتيجة؟ خلينا نشوف التحدي اللي في المشروع الضخم ده. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على سيدنا محمد واشترك معانا دلوقتي في قناة خطة لو لسه مشتركتش، ويلا بينا نبدأ على طول. في البداية كده خلينا نتعرف على المستودع الجديد اللي اشتراه ميشيل ب500 مليون يورو، وده طبعا مش رقم قليل خالص. ونشوف بقى هل يستاهل المبلغ الضخم ده ولا لأ. أول حاجة مساحة المكان كله 750 متر مربع، وطبعا المساحة دي بتشمل كل حاجة ممكن تتخيلها، يعني حاجة كده زي كومباوند سكني. وده لأن المساحة بتشمل مستودع ضخم ومكاتب للشغل وشقة كبيرة وكمان 5 جراجات خاصة. ده غير طبعا المساحة الواسعة ركن العربيات بره، وكمان في حديقة كبيرة جدا، وكل المساحة دي متحوطة بسور كبير مقفول. تاني يوم بيبدأ بالحديقة على طول، فبيجيب الجنايني وبيشيل كل الحشيش والأشجار الضارة وبيقطع كل سور الأشجار اللي كانت حوالين المكان كله. ودلوقتي ميشيل بدأ ياخد مقاسات المكان كله عشان يعمل فيه السور الجديد، وطلع كله 115 متر، وده معناه انه محتاج حوالي 180 زرعة جديدة. فجاب النباتات الجديدة على طول ومعاها حفارة كهربائية صغيرة لحفر الأرض، فعملوا خندق بمحاذاة السور الخارجي عشان يوزعوا فيه النباتات حوالين المكان كله. واخيرا وبعد ساعات طويله بيكون زرع المساحه كلها وعمل سور من النباتات والاشجار، وده طبعا عشان يحافظ على الخصوصيه للمكان وفي نفس الوقت بيديله منظر جمالي. والحقيقه بقى ان الموضوع ده كلفه 9000 يورو، وفي نفس الوقت اللي كان العمال بيشتغلوا فيه في الحديقه كان الكهربائي بيصلح اجهزه الانذار جوه المستودع. وبعدها ميشيل بيبدا يجمع كل المخلفات الموجوده في المستودع عشان ينظفه، وبيجمع كل حاجه لوحدها، يعني الخشب لوحده والبلاستيك لوحده وهكذا. والمفاجأة انه بيلاقي اجهزة كمان، شاشات بقى ولابتوبات وكده، لكن كلها مش شغالة، فبيفكر انه يبيعها او يعمل لها اعادة تدوير ويستفاد منها. ودلوقتي بيروح على جزء الجراجات واللي ليه 4 ابواب تدخل منهم العربيات، لكن 3 منهم بس هما اللي بيفتحوا، والباب الرابع عبارة عن جزء مصفح ومقفول. وبنلاقي كمان أرفف معدنية متركبة بشكل غريب على الجدار، وهنا بيقرر انه يصلح الجزء ده كله، فبيتصل بالعامل عشان يجوا يركبوا باب رابع للجراج بدل الجزء المصفح ده. وقبل ما يوصل العمال بيكون جاب المنشار الكهربائي وبيخلع الأعمدة المعدنية المتثبتة على الجدار الجانبي. وبالرغم ان العملية كانت صعبة لأن الأعمدة تقريبا كانت مصدية وكمان سميكة، لكن في النهاية قدر أخيرا انه يخلعها. وبعد شوية بيكون العمال وصلوا وبيبدأوا على طول انهم يخلعوا الباب الصفيح، واول حاجة بيعملوها هي انهم بيستخدموا منشار كهربائي وبينشروا الباب ويقطعوه من مكانه. وساعتها بيلاقوا على الجانبين بتوع الباب التقل بتاع الاقفال، ودول اللي عن طريقهم الباب بيتفتح ويتقفل. المهم انهم بعد ساعة ونص بيقدروا يخلعوا الباب من مكانه وبيركبوا بداله الباب الجرار الجديد، وبكده تكون الابواب ال4 شكل واحد. وهنا بيقرر انه يدهنهم بلون اسود ويرقمهم. في البداية بيجيب علبة برايمر، ودي مخصوصة عشان يدهن بيها الطبقة الأولى العازلة، ودي هي اللي بتحمي المعدن من الصدأ وبتسمح بعد كده بالدهان فوقها لأنها بتثبت الدهان على المعدن. وكمان بيجيب علب دهان اسود عشان يدهن بيها الابواب كلها. وفي نفس الوقت كان العمال بيشتغلوا عشان يعملوا له عداد ميه يوصلوا الميه للمستودع. وفعلا اول ما بيوصل حمام المستودع بيلاقي الميه وصلت في الحنفيات. وبنرجع تاني للجراج، بيجيب مضخه بتضخ الميه او سائل التنظيف بسرعه وقوه عاليه جدا، فبتقدر انها تشيل الاوساخ من الاركان وبتنظف السطح من كل حاجة عليه. وبعد ما نظف كل الأركان والأبواب وحتى الأرضيات، دلوقتي بقى بيبدأ يغطي كل أركان الأبواب والأرضيات اللي قصادها عشان يبدأ يدهن الطبقة الأولى من البرايمر. وبعد ما بيدهن باب ورا التاني بيسيبهم ينشفوا لتاني يوم. وبعدها بيروح ميشيل للسوبر ماركت عشان يجيب رشاش كهربائي للدهان، وبيحط فيه الدهان الأسود وبيبدأ يرش المساحة كلها لحد ما بيخلص دهان ال4 أبواب بنجاح. بس المشكلة بقى إنه بعد ما بيدهن الأبواب بيلاحظ إن الباب مرتفع عن الأرض، وده ممكن يتسبب في دخول التراب أو الحشرات. عشان كده بيقرر إنه يجيب ألواح ألمونيوم يحطها بحيث إنها تسد المساحة البسيطة دي. وبعدين قرر يركب الأرقام على أبواب الجراج ال4. والحقيقة إنه كان محتار بين مادة الفينيل أو الستنسل، وخلينا أوضح لكم الفرق بين الاتنين وأنهي أحسن. أول حاجة، الستنسل ده بيبقى عبارة عن قوالب مصنوعة من البلاستيك ومخلوطة بالنحاس عشان يضيف لها متانة، وكمان بتكون مقصوصة بالليزر عشان تبقى مظبوطة، وبيتم الرش جوه القوالب دي بالأرقام المحددة. والمميز فيها إنها بتبقى من عناصر صديقة للبيئة. أما ملصقات الفينيل فدي بتبقى عبارة عن ملصقات جاهزة وليها سطح ناعم بتكون معمولة من مادة الفينيل، ودي عادة بتبقى مقاومة للحرارة والرطوبة، وده بيحافظ عليها نظيفة وبيحميها من عوامل الأتربة والهواء.
وده اللي هيحتاجه في الجراج ده لانه هو طبعا هيكون بره، وهو ده بالظبط اللي اختاره. وبدأ يحدد المسافة اللي هيلزق عليها الارقام عشان يحطها بالمظبوط، فحدد الجزء اليمين وساب 18 سنتي من تحت ومن الجنب، وبدأ يلزق الارقام جنب بعض. بدأ بالباب الاخير وثبت الملصق عليه، وبعد كده شال الجزء الخارجي وبدأ يمشي على الارقام بمسدس حراري عشان يثبتهم مكانهم، وكمان يدخلهم في الجوانب بتاع الباب. وفعلا نجح في تركيب اول رقم، وكمل بنفس الطريقة في الأرقام التلاتة الباقيين لحد ما خلصهم كلهم. وتاني يوم اتصل بشركة التنظيف عشان تيجي تنظف السور والرصيف من الأوساخ اللي اتراكمت عليه بقالها أكتر من 30 سنة، وده لأن المكان ده أصلا مبني من سنة 1990. والحقيقة انهم خدوا وقت طويل جدا لحد ما قدروا يرجعوا اللون الاصلي للارض. لكن طبعا لما شاف ان الارضية لونها مش موحد، قرر انه يجيب دهان اسود من بتاع الطرق ويدهن بيه الارض. وبالرغم ان الموضوع خد منه وقت طويل، لكن النتيجة كانت جميلة جدا والارضية كلها بقت شكل واحد. بس المشكلة انه ما قدرش يوصل للحواف بتاعة الطريق، فاستخدم فرش ارفع ودهنها كلها. ودلوقتي بيروح يجيب مادة الدهان الابيض اللي هيعمل بيها علامات الطريق، وده عشان يحدد اماكن الوقوف. والحقيقة ان في 3 طرق مختلفة يقدر يعمل بيهم علامات الطريق البيضة دي. اول حاجة باستخدام ماكينة خاصة ضخمة بيمشوها على الطريق وبتعمل هي الخطوط لوحدها. تاني طريقة هي طريقة الرش اليدوي، ودي طبعا مش محتاجة شرح. اما التالتة بقى ودي اللي هيستخدمها هنا، فهي عن طريق ملصقات الطريق واسطوانة الدهان. وبدأ ميشيل انه يحط اللزقة على الارض ويرش فوق باسطوانة الدهان. والحقيقة ان الموضوع اخد منه وقت كتير، لكن بعد ما شال اللزق والدهان نشف كانت النتيجة جامدة جدا، وخطوط الطريق اتحددت بمنتهى الدقة. وبعد ما خلص الجزء الخارجي من الجراج هيبدأ يشتغل على الجراج نفسه. والحقيقة انه قرر يستغل المساحة بتاعة الجراجات ال4 وهيخليهم 3 جراجات بس، اما الرابع فهيحوله لمنطقة راحة وهيحط فيها كنبة وتلفزيون. اول حاجة اشتغل عليها كانت الاضاءة، فكان لازم يجدد اضاءة الجراج بالكامل، فشال كل الاضاءة القديمة عشان يركب بدلها واحدة جديدة. اما الارضية اختار لها بلاطات بلاستيك بتتثبت على الارض بطريقة التعشيق. لكن قبل ما يعمل الارض قرر انه يدهن السقف كله باللون الاسود، عشان كده غطى الجدران كلها بالاكياس عشان يحميها من الدهان. وبدأ يستخدم جهاز الرش على طول ودهن بيه السقف كله باللون الاسود، واستنى 24 ساعة عشان اللون ينشف. وبعدها شال كل الاكياس اللي كان مغلف بيها الجدران وبدأ في وحدات الاضاءة. والحقيقة انه عمل طريقة اضاءة جميلة على شكل خلية نحل، وبدأ يركب اسلاك نحاس في سقف الجراج من اليمين للشمال عشان يثبت عليها وحدات الإضاءة اللي عملها. وبعدها عمل مواسير يغطي بيها الكابلات والأسلاك دي، وبكده بقى بزرار واحد بس يقدر يتحكم في إضاءة المكان كله. ودلوقتي الدور على الجدران. بدأ الأول بجدار الواجهة، نضفه كويس جدا من التراب وجاب بلاط رمادي على شكل رخام، وبدأ يرص البلاط جنب بعض بشكل منظم جدا ويثبتهم كويس على الجدران. وبعد ما عمل معظم الجدار بدأ إنه يقطع البلاطات عشان يعمل الجوانب. وبعد ما تقريبا خلص الجدار كله ساب الزوايا الجانبية بتاعتها، ودي عشان هيعملها بشكل مختلف. بعد كده راح للجدار الجانبي، وده قرر إنه يعمله بألواح خشبية، فجاب ألواح خشب فاتحة وألواح غامقة، وبدأ يحط ألواح الخشب فاتح جنب غامق بأشكال متداخلة. والحقيقة إنه في النهاية ادت نتيجة جامدة جدا. ولما خلص الجدار الجانبي بدأ يستخدم نفس الألواح الخشبية عشان يعمل جوانب الجدار الرخام عشان شكلها يطلع برضه كأنها متداخلة معاها، وكمل رص الألواح فيها لحد ما خلص. وبعدين قرر إنه يروح لجزء الأرضية. أول حاجة عملها إنه نظف الأرضية وكنسها كويس جدا من الأتربة، وبعدها بدأ يرص البلاط البلاستيك اللي قلنا عليه، وده جاب منه كمية كبيرة جدا، وكانوا مقسومين ما بين اللون الأسود واللون الأصفر. وأكتر حاجة مميزة في البلاط دي هي سهولة تركيبه، عشان كده كل اللي كان محتاجه هو شاكوش مخصوص، وده بيستخدمه في الدق على جوانب البلاط. والدق ده هو اللي بيخلي الحواف بتاعة البلاط تدخل في بعضها ويبقى ثابت وقوي. وطبعا عشان يدخل العربيات جوه الجراج فكان لازم يعمل حواف منحدرة في نهاية البلاط عند المدخل. وبعد ما رص البلاط بالطريقة اللي هو عايزها قدر يعمل أول منطقة ويركب الحواف بتاعتها عن طريق قطع بعض البلاطات وتركيبها في الجوانب. والحقيقة إن الشكل في الآخر كان حلو جدا، عشان كده عمل الأرضية بتاعت الجراج التاني بنفس الشكل. بس للأسف بعد ما خلص اكتشف إنه محتاج يوسع مساحة المربع الأصفر اللي موجود في النص، وهنا قرر إنه يفك البلاط مرة تانية ويعيد تركيبه بالشكل الصحيح. بعد كده بيعمل الجزء الجانبي التاني من الجدار بتاع الواجهة، وده برضه من ألواح الخشب. وعمل أرضية الجراج التالت وبدأ يجيب الدواليب والمعدات اللي هيحطها في الجراج، ومن ضمنها الرفعة بتاع الموتوسيكل وهيثبتها في أرضية الجراج. وفعلا بيروح يجيب الموتوسيكل بتاعه ويحطه فوقها عشان يجربها. ودلوقتي بيفك باقي الصناديق ويخرج الدواليب عشان يحطها في الأماكن بتاعتها. والمرحلة الأخيرة كانت مع الجدار الجانبي اللي فاضل، وعمله كله من ألواح الخشب برضه. وبدأ يفكر في الديكور الخارجي لجزء الترفيه،
وبدأ يحط كل حاجة مكانها. وطبعا لأن في حنفية في الجراج فكان لازم يجيب حوض يحطه تحتها، لكنه شاف إن الأفضل تكون الحنفية دي على الجنب، عشان كده قرر إنه يجيب السباك وينقل الحنفية للجنب اللي هو عايزه. وقبل الحوض بيحط الوحدة بتاع سلة المهملات، وبعدين بيحط بوتاجاز صغير وبيكمل رص الدواليب جنب بعض على الجدار. وعشان يركب الجزء العلوي من الوحدات بيربط فيها حتة عريضة من ورا زي لوح معدن كده، ودي بيعملها في ظهر كل الدواليب اللي تحت. وعلى الجزء ده ثبت الأجزاء العلوية واللي كانت عبارة عن مجرد دواليب للحفظ، وبعدها بيبدأ يركب باقي الأجهزة والمعدات. وبكده يكون تقريبا الجزء ده اكتمل تماما، وباقي بس يضيف له شوية حاجات بسيطة زي إنه يركب ستاير حماية معدنية على أبواب الجراج، وكمان ركب شريط مطاطي في الابواب من تحت عشان يمنع دخول اي هواء او اتربه من تحت الباب. وكمان عملوا لمبات ليد صغيره على كل الابواب بتاع الجراج، وعملوا قنوات او جزء يخبوا فيه اجزاء الكهرباء كلها ويحموها من عوامل الرطوبه والحراره. وكمان عملوا اجهزه تحكم زي الريموت بتفتح كل الابواب من على بعد. وبدا يحط اللمسات الاخيره للمكان، وجاب الكهربائي وخلاه يعمل لوحة كهرباء بشكل لطيف فيها زراير تحكم بالإضاءة بتاعة المكان كله. وأخيرا بيركب التلفزيون في المكان بتاعه، وكمان جاب كل الأدوات اللي هيحتاجها في التنظيف وبدأ يرصها في الدواليب اللي عملها، وبعدها حط كام زرعة كده في الجوانب. وفي النهاية بدأ يجيب الأساس نفسه اللي هيحطه في المكان. بدأ أول حاجة بالكنبة والسجاد وكمان الترابيزات الصغيرة بتاعة القهوة، وطبعا وحدات الإضاءة الهادية. وبكده نقدر نقول إنه انتهى من المكان كله وبقى جاهز لاستقبال أفخم وأحسن أنواع العربيات. وكمان في منطقة واسعة وجميلة للراحة وأماكن مخصصة للتخزين سواء كانت معدات أو أجهزة. وعايزك تنزل دلوقتي وتقولي هل المكان ده يستاهل كل المصاريف والجهد اللي اتعمل فيه، ولا كان ممكن ينفذ خطة أسهل وأرخص من كل ده؟ وقولي إيه رأيك في المشروع ده في العموم. وبس كده، وده شكل المكان قدامنا اهو زي ما انتوا شايفين. وبس كده، لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك معانا دلوقتي في قناة خطة، واشوفكم الفيديو الجاي.